ريال مدريد بيحصل كل جماهير الاهلي اكتر واكتر بعد الاداء اللي شفناه منه امبارح، ان انت كان ممكن حتى يبقى عندك حظوظ ولو بنسبه 5% ان انت تقدر تعديهم في النهائي، وخصوصا في ظل التخبط اللي بيقابله ريال مدريد دفاعيا وهجوميا والاداء الباهت اللي بيقدموه. بس للاسف ربنا يسامح اللي كان السبب. هنقول ايه بقى؟ خلونا بقى نخش في الحلقه على طول ونتكلم عن ريال مدريد ورايو فاليكانو وتفريط ريال مدريد في الصداره بعد التعادل 3-3. خلينا نتكلم في الاول ان انشيلوتي نزل بتشكيل غريب جدا بصراحه، من اول الدفاع اللي كان بيلاعب فيه تشاوميني، وانت عندك فعلا لاعب زي اسينسيو من ساعه غياب ميليتاو هو لاعب في الحته دي وقادر ان هو يسد فيها كويس وعامل اداء كويس، يبقى ليه تطلعه فجاه وتركب عليه واحد زي تشاوميني كل جماهير مدريد اصلا مش طايقينه سواء في الدفاع او في الوسط؟ غير كده بقى انت في خط الوسط بتقتل فالفيردي، ان انت تحط معاه مودريتش وابراهيم دياز وبيلينجهام انت بتقتله حرفيا. ثلاثه ما كانوش بيساندوا في خط الوسط. مودريتش كبر في السن ما يقدرش يديلك المردود الدفاعي اللي انت مستنيه. بيلينجهام في غياب فينيسيوس ومبابي هو اللي بيزيد اكتر في حته الهجوم دي، فمش هيرجع يدافع لك. ونفس الكلام ابراهيم دياز ده لاعب بنزعه هجوميه اكتر، فان انت تنزل بتشكيل فيه الثلاثه دول ومعاهم فالفيردي فانت حرفيا بتقتل فالفيردي. غير بقى فكره اندريك اللي في غياب امبابي وفينيسيوس، انت لحد دلوقتي لسه ما بتلعبهوش اصلا كمهاجم. طب انت هتلعبه امتى لما امبابي غايب وفينيسيوس غايب وانت ما بتلعبش اندريك؟ فعلامات استفهام على التشكيل كله لانشيلوتي امبارح. وبصراحه رايو فاليكانو نزلوا من اول 5 دقائق، اصلا الفرقه فعلا فرقه رخمه على ارضها وبتضايق دايما ريال مدريد وبرشلونه على ارضها. من اول 5 دقائق نزلوا، لا هم مش خايفين، هم هيسجلوا فعلا. سجلوا من كره عرضيه وتغطيه كارثيه بقى من فاسكيز سواء في الجون الاول او في الجون الثاني. وانا بصراحه مش قادر اتقبل فكره ان فاسكيز ما زال بيلعب لحد دلوقتي. فاسكيز ده ما يرتقيش ان هو يكون لاعب اساسي. هو في وجود كارفاخال هتلاقيه بيقدم لك ماتشات حلوه قوي، دقايق حلوه قوي، هجوميا هتلاقيه بيسد لك شويه لو الفرقه عايزه تجيب جون. انما ان انت تستخدمه على مدار موسم كامل ويكون اعتمادك عليه في مركز الباك اليمين، لا هو كارثي. سواء دفاعيا وهجوميا ما بيقدمش اللي انت مستنيه منه خالص، وما بيعوضش 10% حتى من كارفاخال. طبعا بيجي لك فالفيردي بقى من العدم كده وبيجيب جون في تغطيه برضو غريبه جدا من لعيبه رايو اللي كانوا كلهم. ما حدش تقريبا كان متوقع ان هو يشوط، مع ان معروف عن فالفيردي ان هو بيشوط وبيحب الحتت دي يشوط منها وان هو رجله تقيله. بس ما كانش فيه ضغط خالص. الحارس اصلا اتفاجئ بالكوره، واول ما الجون دخل فيه قام يزعق وبتاع. وعشان بعدها ب5 دقايق بالظبط تلاقي بلينجهام جاب الجون الثاني اللي برضه دخل من قصاد مدافع سجلها. محدش قال له انت بتعمل ايه، عشان خلاص بقى جون في الدقيقه 44 ريال مدريد بيقدر ان هو يرجع قبل الشوط الاول ما يخلص. وكلنا بقى بنجيلنا فكره خلاص ريمونتادا من ريال مدريد. وفعلا رودريجو بينزل من اول 10 دقايق في الشوط الثاني بينجح ان هو يسجل بعد ما اردا جولر كان جاب جون واتلغى، بس رودريجو قدر ان هو يسجل بكوره بصراحه. انا عارف ان هي خبطت وغيرت اتجاهها، بس ان هو ياخد القرار ده بشماله لا. فبصراحه جون حلو جدا عشان النتيجه تبقى 3-2 وخلاص. بنقول بقى ريال مدريد هيلعب اللعبه بتاعته اللي هو احنا هندافع ونعتمد على المرتدات، وهو عنده ده فعلا وقادر ان هو يعمل ده. بس طبعا مدافعين ريال مدريد بيرفضوا ويكملوا في مسلسل الضحك اللي هم استمروا فيه. ونقطه الضعف الواضحه اللي رايو فاليكانو قدروا ان هم يستغلوها بشكل مثالي: العرضيات. الجون الثالث ده اللاعب داخل ما بين تشاوميني وبين رودريجو، يعني هي غلطه للاثنين، داخل ما بينهم وجاب الجون عادي جدا عشان رايو فاليكانو يسجل 3 اجوان من 3 عرضيات في ثغره واضحه. قدروا ان هم يستغلوها وقدروا ان هم يخلوها نقطه قوه يسجلوا منها ال3 اجوان. ريال مدريد من 3 غلطات، 3 عرضيات ب3 غلطات من مدافعين ريال مدريد. وطبعا مع نزول فينيسيوس استمرت المحاولات وقدر فعلا ان هو يشوط كوره بس ما ظبطتش معاه، الحارس صدها. وبعديها على طول كوره مرفوعه فينيسيوس كده من جوه ال6 ياردة ريحها بدماغه لاي حد. لو اي حد كان نفخ بس فيها كده كانت هتدخل جون، بس برضه ضاعت. وغير كده بيخش في خناقه مع الحكم. انا بقى دي من الحاجات اللي لازم اتكلم عليها. يعني دلوقتي هانز فليك في الماتش اللي قبل اللي فات لما شوح بس كده للحكم اتطرد. فينيسيوس باللي عمله امبارح ده خد انذار. فدي برضو من الحاجات اللي فينيسيوس ده لو مع اي فرقه تاني كان خد طرد عادي جدا، زي ما كازيميرو راح الدوري الانجليزي حصل الكلام ده. كازيميرو كان بيعمل اللي بيعمله مع الحكام ومع اللعيبه ما بياخدش طرد. اول ما راح الدوري الانجليزي اول دور الدور الاول ده هو كان مطرود فيه تقريبا 3 مرات ومن بعد كده عدل نفسه. ففينيسيوس ده لو في اي فرقه تاني لا كان اتطرد. ومحدش يقول لي بقى ضربه الجزاء ومش ضربه الجزاء، بيحصل لبرشلونه اكتر منها وما نشوفش حد بيعمل اللي عمله فينيسيوس ده. غباء منه وبانذار غبي جدا. هو مش هيلعب ماتش
ماتش اشبيليه الجاي اللي هيكون ماتش صعب جدا على ريال مدريد. اشبيليه فرقه حتى لو وقع في الدوري هي قادره ان هي ترخم على فرق مقدمه ريال مدريد وبرشلونه او حتى اتلتيكو، وشفنا ده في ماتشهم مع اتلتيكو اللي خسروه 4-3 في اخر ثانيه. ففينيسيوس بيستمر في المسلسل بتاعه اللي يبين لك ان هو عقليته غير ناضجه تماما، مش قادر يتحكم في نفسه، وبيخلي الفرقه تخسره قصاد اشبيليه، عشان في النهايه ريال مدريد يتعادل مع رايو فاليكانو ويستمر مسلسل الضحك اللي بيقدمه لنا ريال مدريد وبرشلونه السنه دي. كل فرقه رافضه ان هي تتقدم بالصداره وتنفرد بالصداره. لا انتوا اتعصبتوا، احنا هنتعصب زيكم عشان ما ينفعش نبعد الفرق ونريح جمهورنا، وعمالين يعلوا على بعض كل جوله. فهنشوف كده برشلونه هتقدر ان هي تستغل التعثر ده النهارده ولا لا. وبعد ماتش ريال مدريد خليني كده اقول لكم جدول الدوري. برشلونه في المركز الاول ب 38 نقطه، 38 نقطه في 17 ماتش. نفس الكلام ريال مدريد في نفس ال 17 ماتش 37 نقطه. اتلتيكو بقى في المركز الثالث ب 35 نقطه بس في 16 ماتش. ففي حاله فوز اتلتيكو هيبقى متساويه هي وبرشلونه في المركز الاول ب 38 نقطه. بس برشلونه فرق الاهداف ليها، فرق الاهداف لبرشلونه 31، فرق الاهداف لاتلتيكو 19. والجوله الجايه يعني مش اللي احنا فيها دي، الجايه برشلونه هيلاعب اتلتيكو، الريال هيلاعب اشبيليه، فالجوله الجايه برضو هتحسم حاجات كتير جدا. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك، تشتركوا في القناه، عايزين نوصل القناه 1000 مشترك، ونتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.